السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة سمية دحان. فكيف كتشوفوا معايا فالوصفة ديال اليوم هي كيكه بلا كريم او طورطه ديال المناسبات. فهاد الطورطه غادا نقدمها معكم بواحد لاجينواز ساهله والمقادير ديالها مضبوطه وكتنجح من اول مره. فابقاو معايا نشوفوا طريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. فنبداو على بركه الله. اول شيء غادي نفصلوا بياض البيض على صفار البيض. هنا عندي 4 ديال البيضات. اول شيء غادي نقوم به هو انني نفرق البياض ديال البيض على الصفر ديال البيض. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، كميه بسيطه جدا، قبيصه ديال الملحه. صافي دابا غادي ناخذ غير البياض ديال البيض وغادي نديرو في الروبو ونضربو على سرعه جد عاليه حتى نحصل على واحد القوام اللي تيكون متماسك بحال الكريمه ابيض. هذا القوام هذا صافي. من بعد عاد كنبدا نزيد في السكر. هنايا عندي السكر، عندي 30 غرام لكل بيضه، يعني عندي 120 غرام ديال السكر سنيده. الان غادا نضيف اصفر ديال البيض، يعني عندي دوك 4 اصفار ديال البيض، درت معاهم واحد المعلقه ديال الفاني سائله، وغادا نبدا نضيفهم دابا بالتدريج على الخليط ديال الابيض البيض وديال السكر. صافي غنبدا ندير سرعه متوسطه ديال الروبو وغادا نخليه يضرب ليا حتى كتنسجم ليا داك الصفر ديال البيض مع باقي المكونات. صافي غير كتنسجم ليا العناصر وكنحيدو. صافي هذا هو القوام ديال الخليط اللي كنحصل عليه. فكيف كتشوفوا معايا كيكون كريمي وطالع مزيان ومهوي. دابا غادا نبدا باضافه الدقيق. غادا نبدا باضافه الدقيق بالتدريج. الدقيق اللي سبق ليا وغربلته دقيق منخول. هنايا كميه الدقيق نفس كميه السكر، كنديرو 30 غرام لكل بيضه، يعني 120 غرام ديال الدقيق ايضا. صافي غادا نبقى ندخل هاد الكميه غير بالتدريج على دفعات شويه بشويه. فكنبقى نخلط من الاسفل للاعلى باش نحافظ على الهواء اللي تيكون داخل الخليط ديالي. فكيف كتعرفوا فهاد لاجينواز كتعتمد غير على هاد المكونات فقط، 3 مكونات: البيض، السكر والدقيق. ما كنديروش فيها لا خميره الحلويات لا والو. صافي غادا نبقى نخلط هكا كيف كتشوفوا معايا. غادا نستمر باضافه الدقيق حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وفي هذا الاثناء خصني نكون ديجا موجده المول ديالي، نكون ديجا دهنته بالزبده وديجا فرشت له ورق الطبخ باش ملي كنسالي من اضافه الدقيق كنوضعها في المول مباشره وكندخلها الفرن. انا هنايا سبق لي وجدت المول ديالي. صافي غادا نوضع الخليط ديالي مباشره في المول. الخليط لازمو يبقى كريمي ويبقى مهوي، فإلا ولا على شكل سائل وهبطات لينا العجينه فما غاداش تطلع معنا نهائيا لاجينواز. صافي هنايا غادا نقاد السطح ديال الخليط بواحد العويد هكا. غادا نبقى ندير على شكل دوائر حتى نقاد السطح من الفوق باش يجيني الوجه ديال الكيك مقاد وباش ما تهبطش ليا. هنايا صافي دخلتها الفرن وطابت على درجه حراره 180. ما كنحلوش عليها نهائيا حتى كدوز 45 دقيقه. عاد كنحلو نقلبوها كيف كتشوفوا معايا هنا بواحد العويد. فانا دخلته وخرج ناشف، يعني راها طابت من الداخل. هذا هو الشكل ديال لاجينواز اللي كنعتمدها في جميع لي كيك ديالي، فهي سهله واقتصاديه. صافي هنايا غادا نزولها من المول وغادا نحيد ليها داك ورق الطبخ وغادا نخليها حتى تبرد جيدا عاد نخدم بها. ومن الاحسن نخليوها تبات حتى للصباح عاد نخدموا بها. الا كنا زربانين على الاقل نديروها واحد 4 سوايع باش تتبرد على خاطرها وكتجينا مقاده في التقطاع وكتجينا سهله في الخدمه. صافي من بعد ما بردات ليا لاجينواز ديالي مزيان فغادا ناخذ هذا المنشار هذا وغادا نقطعها على 3 قطع. من الاحسن يكون عندكم هذا المنشار اللي كيقطع القطع كيكونوا متساويين، يعني كل دائره كتكون بنفس السمك ديال الدائره الاخرى.
او تيكون عملي وسريع جدا، ما كيعذبش نهائيا في التقطاع. فكيف تلاحظوا معايا، شوفوا لا جينواز كيفاش تقطعات مقاده وما تفرتاتش نهائيا، كتجي سهله في الخدمه وما كتعذبش نهائيا. صافي هنايا غناخذ المول ديالي اللي طيبتها فيه، مول يكون كيتحل من الجناب باش ملي كتساليو كتزولوها بسهوله. صافي غادا نوضع ديك الجهه اللي كانت الفوق او الوجه ديال الكيك هو اللي غادا ندير لتحت. من بعد غادا نرشها بشويه ديال الحليب. صافي من بعد ما سقيت لا جينواز ديالي مزيان بالحليب، فغادا ناخذ الجيب الحلواني ديالي وغادا نوضع الكريمه ديالي بهذه الطريقه. غادا نغطي لا جينواز كامله من الفوق بواحد الطبقه لا باس بها من الكريمه. من بعد غادا نوضع الطبقه الثانيه من لا جينواز بنفس الطريقه حتى هي غادا نسقيها مزيان بالحليب، وغادا نعاود ندير فيها الكريمه بهذه الطريقه هذه. انا درت الكريمه في الجيب الحلواني ديالي باش كتسهل عليا وكتجيني طريقه عمليه احسن ما نديرها بلا سباتيل ولا بشي معلقه. بهذه الطريقه كتجي سهله وما كتعذبش. غادا نوضع الطبقه الثالثه من لا جينواز حتى هي غادا نرشها، وغادا نوضع من فوق ديالها لا كريم بهذه الطريقه. صافي من بعد ما كنغطي الوجه كامل بلا كريم، فغادا ناخذ الطبقه الاخيره اللي هي الاسفل ديال لا جينواز، غادا نسقيها من الاسفل ومن الاعلى ايضا حيتاش كتكون هي اللي طيبه مزيان، يعني ضروري بنسقيها مزيان باش كتجي هشيشه ورطبه. صافي من بعد دخلتها هنايا الثلاجه واحد الساعتين حتى تماسكوا ليا الطبقات ديالي مع الكريمه. صافي وكنحيد ليها دابا الاطار ديال المول ديالي. هنايا غادا نديبلاسيها باش نديرها في داك الصحن اللي كيدور باش تجيني سهله في الخدمه. صافي دابا غادا نبدا نلبسها كامله بالكريمه. انا هنايا غادا نستعن بالجيب الحلواني، غادا نوضع كميه لا باس بها او كميه وفيره من الكريمه باش كتجيك سهله في الليصاج. غادا ندور مع الكيكه ديالي كامله حتى كندير كميه مزيانه من الكريمه، ونفس الشيء في الاعلى غادا نوضع ايضا كميه من الكريمه، وغادا نبقى ندور معاها حتى نليسيها مزيان ونحيد جميع الكريمه اللي كتكون غير زائده. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنليسيها من الجوانب ومن الاعلى كذلك. صافي من بعد ما ليسيتها مزيان فغادا ندير هاد الدميعات هادو بواحد صلصه الشوكولاته، غادا نوضعهم في الجوانب ومن الفوق كذلك. هنا غادا نحاول نغطي الوجه ديال الكيك ديالي كامل بديك الصلصه. من بعد غادا نقادها مزيان بديك لا سباتول، غادا ندخلها واحد على الاقل 30 دقيقه في المجمد حتى كتشد الصلصه تشد راسها. عاد كنبدا هنايا في التزيين باش نوضع هاد الوريدات هادو ديال لا كريم. صافي من بعد غادا نزينها هنايا بواحد البسكويت ديال كيندر، وغادا نوضع واحد المكعبات ديال الشوكولاته ديال ميلكا. يمكن لكم تختاروا اي طريقه تزينوا بها، ديروا بسكوي ولا ديروا وريدات ولا اي شيء كتفضلوا. انا هنايا فضلت انني نزينها بطريقه مبسطه وبداك الشيء اللي متوفر عندي انا. فكنتمنى الطورطه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وما تنساوش تجربوها وتخليو لي رايكم في التعاليق. ايضا الى عندكم شي تساؤل او اي شيء من هذا القبيل تخليو لي تعليق وغادي نجاوبكم ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.